السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فكرتين حلوين اوي ان شاء الله يعجبوكم. هنعمل النجمة دي انا كنت عاملاها قبل كده بس بشكل تاني. ده خشب خافض اللسان، بيجاب من اي مكتبة كبيرة او من كمال سعد او في الصيدلية هتلاقيه موجود. الكيس فيه 50 واحدة. الكيس الواحد هيعمل معاكي نجمة كبيرة بالحجم اللي انت شايفاه. هتعملي تفردي صفين، تبدأي تشبكيهم على شكل النجمة بالشكل ده كده. خلاص انا كده خلصت اول صف. هبدأ اثبت الصف التاني، اثبته فوقيه بالظبط واحاول اظبطه فوق بعضه. انا عاملاه بالالوان عشان يوضح معاكم، لكن الخشب التاني بيعجبني اكتر. اهم حاجة تكون مظبوطة فوق بعضها كويس، لان شكلها بيفرق في النهاية. لو شكلها مش متلزق فوق بعض حلو بيبقى شكلها مش حلو. بعد ما خلصت الصفين هعمل واحد واقف زي ما انتوا شايفين كده عشان يبقى معلي معايا النجمة. ممكن تزودي صفوف براحتك. بعد كده انا هجيب الرسمة دي انا طبعاها من موقع بنترست. انا طبعتها على ورقتين عشان تبقى معايا كبيرة بحجم النجمة اللي معايا، لكن هتعملها صغيرة بطبعها زي ما هي على ورقة واحدة. بعد ما قصيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه هبدأ اجيب القطر وافرغ كل الرسومات الموجودة فيها بالشكل ده كده وكلمة رمضان كريم. وهجيب قطعة من الاستيكر الذهبي ده او قطعة من الفوم، يعني اللي موجود متاح عندك. الاستيكر الذهبي ده موجود عند محلات البلاستيك، بيتباع رول كده على بعض، الرول ب35 جنيه. وهبدأ ارسم النجمة على الاستيكر او الفوم. هرسمها من بره ومن جوه، اخد الحدود من بره ومن جوه زي ما انتوا شايفين. هقصها وبعد كده هجيب الرسمة اللي انا فرغتها، بس الرسمة اللي انت فرغتيها هتقلبيها على وشها علشان كلمة رمضان كريم تطلع معاكي مظبوطة. انا بس هنا حطاها عشان التصوير عشان تبقوا شايفين انا بعمل ايه. بعد ما طبعتها هبدأ افرغ كده الرسومات اللي انا طبعتها عليها. بعد ما فرغتها بقت معايا بالشكل الجميل ده. هبدأ افرغ النجم كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهجيب ورق الاستنسل ده، ورق شفاف بيتباع في المكتبات، وهبدأ اثبت عليه النجمة عشان متتقطعش مني، تفضل ثابتة وجميلة. حتى لو حبيتي تشيليها وتحطها في مكان تاني او تلزقيها في مكان تاني تتلزق معاكي بسهولة. وهبدأ اجيب قطعة من الاستيكر الذهبي ده واثبته كده على النجمة، اغلف بيه النجمة من بره. هثبت الدبل فيس وهبدأ اثبت عليه الاستيكر عشان يبقى يلزق معايا اكتر. خلاص انا لفيت على النجمة بالشكل ده. هبدأ اثبت طبقة من الدبل فيس على وش النجمة من فوق علشان اثبت بيه النجمة، الرسمة بتاعت النجمة اللي انا فرغتها. هشيل الاستيكر واجيب الرسمة اثبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه. ادتني نتيجة روعة، احلى من النجمة اللي فاتت. يا رب تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بدعوة حلوة ولايك وشير، جزاكم الله كل الخير. انا قصيت كمان نجمة تانية للظهر. بعد ما ثبتها ودخلت فيها فرع النور بقت معايا بالشكل الجميل ده. شكلها بقى تحفة روعة. وعملت واحدة باللون الابيض، بس الابيض في الطبيعة جميل شكله تحفة بس مش واضح عشان الاضاءة. يا رب يكون واضح. جينا بقى على الفكرة التانية تحفة بصراحة. الفكرتين احلى من بعض. ده طبق الكرتون اللي بيجي تحت التورتات، ده كان واحد مركون عندي، وجبت قطعة من الاستيكر قصيتها على مقاسه، اثبته بالشكل اللي انتوا شايفينه وقص زيادة بقى معايا بالشكل ده. بعد كده هجيب الرسومات دي انا طبعاها من موقع بنترست زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ارسمها على الاستيكر الذهبي. دي بواقي الاستيكر اللي فاضلة من النجمة اللي انا عملتها من شوية. هجيب رسمة الفانوس وابدأ اثبتها كده على الورق الذهبي واطبعها عليه. انا برسم بالقلم، انت ممكن تطبعيه بالقلم الرصاص وتتك عليه، هيطبع معاكي خالص من غير ما ترسمي. بس عشان تبقى الصورة واضحة في التصوير انا برسمه بالقلم الجاف. بعد ما رسمت الفانوسين بالشكل ده هبدأ اقصهم وافرغ الاشكال اللي في قلب الفوانيس بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو انتوا مش عايزين تفرغوه، عايزين تسيبوه زي ما هو كده وتلزقوا عليه من فوق الرسومات السوداء، يعني باللون الاسود دي تلزقيها، انت تقصقصيها وتلزقيها. ممكن تلزقيها، لكن انا هثبته على الاستيكر كامل كده عشان يدي معايا سمكة للاستيكر، عشان الاستيكر لما بيتشال بيبقى خفيف. لكن لو هتقصيه من الفوم بيبقى تقيل وحلو، بيبقى جامد مش بيحتاج حاجة تحت منه.
بعد ما قصقصتهم بدأت اثبتهم على الستنسل وفرغتهم بقى معايا بالشكل ده. دي كلمة رمضان كريم مرسومة على شكل هلال، برضو جايبها من موقع بنترست. كل الرسومات اللي انا بجيبها على القناة موجودة في موقع بنترست واكتر منها بكتير، في افكار تحفة على موقع بنترست. بعد ما طبعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه على الستيكر، جزء من الستيكر الذهبي، هبدأ افرغ رسمة الهلال بالشكل ده، وهبدأ برضو اثبته على الستنسل. وبعد ما ثبته هبدأ افرغه بالمقص وافرغ الاجزاء اللي في النص دي بالقطر. بقت معايا بالشكل التحفة ده. هبدأ اجيب الدبل فيس واثبته على رسمة الهلال، وبعد كده هثبته على الطارة اللي انا عملتها في الاول، وهجيب النقط بتاعة الضاد وكلمة رمضان وكريم وهبدأ ألزقهم، اثبتهم بالشكل ده كده. شكله كده بقى تحفة. خلاص كده الطارة والفوانيس جهزوا معايا. هبدأ اقص هلال، وكمان هقص 3 نجوم كبار وهثبتهم برضو على اللون الاسود عشان يبقى شكلهم واضح معايا كده. وهقص 6 نجوم صغيرين، 3 منهم هثبتهم على الطارة من فوق، و3 هثبتهم على الخيوط اللي نازلة لتحت مع النجوم الكبيرة، ومعايا بالشكل ده كده. بعد كده هجيب الدبل فيس وهبدأ اثبته في النجوم واثبتها في الطارة بالشكل اللي انتوا شايفينه. ولو مش حابة النجوم اللي هتثبتيها على الطارة الصغيرة دي، ممكن تقصقصي فوانيس صغيرة بالشكل ده وتثبتي بدل النجوم فانوس، برضو شكلها هيبقى تحفة حسب ذوقك. لكن انا ثبت نجوم عشان عندي فوانيس كتير في الخيوط تحت. هجيب الخيط ده وهبدأ اقص منه 3 شرايط، 2 قد بعض وواحد كبير شوية. اللي في النص هكبره شوية عن الجناب، وهبدأ اظبطهم الاول. هظبطهم الاول على الوش وبعدين اقلبها على الظهر. هثبتهم من الظهر، هثبتهم بنقطة شمع صغيرة، كل واحدة هحط عليه نقطة شمع صغيرة كده. وبعد كده هبدأ اظبط الفوانيس والنجوم والهلال عليها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. هثبت فانوس من هنا وفانوس من هنا والفانوس الكبير في النص، وبعد كده هثبت الهلال والنجوم هوزعهم. هتوزعيهم بالطريقة اللي تعجبك بالشكل اللي انت شايفاه حلو. وبعد كده هبدأ اثبتهم بالشمع. هثبت كل النجوم والهلال بالشكل ده. يا رب تكون الافكار كلها سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بدعواتكم. الايام دي كريمة والدعوات فيها مستجابة، فبالله عليكم ادعولي في الايام المفترجة دي، ربنا يكرمنا كلنا باذن الله. انا جبت الشريط بتاع الكلفة ده ولفيت عليها كده في الجنب وعملت لها علقة صغيرة من الظهر. خلاص كده انا مش هعمل فيها اي حاجة تانية، انا هثبت بس الكلفة اللي انا وريتها لكم دلوقتي. ولو مش حابة تعمليها باللون الذهبي ممكن تعمليها بقماشة الخيامية، هيبقى شكلها حلو، او الستيكر الخيامية هيبقى برضو شكلها حلو. ده شكلها في الاخر، شكلها بقى تحفة. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم والافكار تكون سهلة وبسيطة. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الايام بالخير واليمن والبركات. ما تنسوش تدعولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.